وانا بقلب في الريلز شفت الفيديو ده. لو اتضايقتوا من تصرف الولد فبعد الفيديو ده وجهة نظركم هتتغير 180 درجة. سنة 1971 الدكتور فيليب زيمباردو عمل تجربة شبيهة بفكرة الشرطة المدرسية. هدفها كان دراسة تأثير السلطة والأدوار الاجتماعية على سلوك الإنسان، لكن للأسف نهايتها كانت مأساوية. اللي عمله إنه أسس سجن، اختار 24 طالب أصحاء نفسيا وجسديا، نصهم حراس ونصهم بقوا مساجين. لكن المشرفين وقفوا التجربة بعد 6 أيام بس من بداية، بعد ما كانت المفروض تستمر اسبوعين. اللي حصل انه بعد يومين من التجربه بس بدا يحصل تمرد من المساجين، لان الحراس كانوا بيعاملوهم بوحشيه وبطريقه فيها اذلال نفسي. بعدها الوضع بقى كارثي، لان الحراس بداوا يحطوا زمايلهم المساجين في سجن انفرادي ويحرموهم من النوم، ده غير الاعتداء الجسدي المستمر. ببساطه اللي بيحصل للطلاب دول هو اللي حصل للحراس في التجربه، شيء اسمه فقدان الهويه، دي انديفيديويشن. اول ما الانسان بيمسك سلطه حتى ولو كانت وهميه بيتحول لشخص تاني تماما، متسلط، مش بيحترم غيره، ما عندوش اي مشكله انه يأذي غيره، وممكن كمان ما يعملش فوق.